سعيد المولد. مرحبا يا كابتن ايبا. الو الو، يا ابو سعيد. مرحبا. هلا، يا مرحبا. مساء الخير استاذ خالد. مساء النور والسعاده والسرور. انا اسف اني اجلتك لنهايه الحلقه لان كنا مخلصين المحور ودخلنا في المحور الثاني. لا كويس، لانه اخر حاجه تذكرها الناس اخر شيء بيصير. عموما شكرا لك على هذا البرنامج المتميز. الله يطول لي في عمرك. بس واشكر لك. توطي على صوت التلفزيون تكرما لو سمحت، توطي على صوت التلفزيون عشان نسمعك بوضوح. واشكرك على هذا البرنامج المتميز جدا وعلى الصحبه الحلوه. مسي عليك وعلى الاخوان عندك في الجلسه. بارك الله فيك. بس انا كان بودي اوضح حاجه للاستاذ توفيق. استاذ توفيق، مع احترامي الشديد لك وللمجموعه كلها، انا عارف انه ابني راح نادي الاتحاد وانا كنت معاه ووقع باهليته وبكل رضاه، ما عندنا اي مشكله في الموضوع هذا. ولكن اقسم لك بالله العظيم انه سعيد لم يستلم اي ريال ولا سياره ولا شيء. ولعلمك لما كنا عند ابراهيم، انا احترم ابراهيم واداره الاتحاد كلها، اتصل الكابتن محمد نور وقال ضيفوا له على العقد 200,000 ريال قيمه السياره. سعيد ما استلم ولا ريال ولا اخذ ولا هلله، لا سياره ولا غيره. انا بقول عشان اصحى المعلومه هذه لكل الناس. لانك انت ذكرت. اي نعم. بعد ما وقعنا العقد هذا وكل شيء وانتهينا طلعت المعلومه. انت بتقول انه سعيد احترافه غير نظامي. لو سعيد مع احترامي لك احترافه غير نظامي ما كانت اعلى سلطه رياضيه وافقته على البطاقه الدوليه اللي اخذها الان. ولعلمك سعيد تعرض لحرب ضروس واوضاع متعمده جدا تحديدا من البرقان ومن ساعد البرقان بمباركه احمد عيد. ليش؟ لانه سعيد زيه يا اخي، هو وقع عقد عادي قيمه الورقه ريالين، ما وقع قران. العقد الوقت كلنا بنغلط يا اخي. الكافر بيسلم، بيقول اشهد لا لا، خلاص بيجيب ما قبله. وقع وغلط وتراجع بعد ما اكتشف انه وكيله احمد المزيني للاسف الشديد خبى عنه بعض العروض. انا كلمت من فهد بن عبد الله، فهد بن خالد، وقال لي يا فواز انا بعد مباراه الخليج قدمت عرض ب6 مليون ل3 سنوات للاخ هذا، ما بلغ لا انا ولا اللاعب. في كانت مراسلات بالواتساب، الاتحاد السعودي قال لا للاسف هم اعتمدوها في موضوع ضربها. بعدين اوكي مشيت العمليه. ليش رفضوا والبرقان تحديدا انه هم اوراق الكابتن سعيد تروح لمحكمه الكاس؟ لانه عارفين انه في محكمه الكاس مع رغبه اللاعب. وانا احمد عيد عارف كنت في الخطوط السعوديه وزاملته 9 سنوات، وقال لي يا ابو سعيد انا مستني خطاب الترجمه وارسله. بعد كده تراجع عدنان معيب، تراجع. ليش الرجوع هذا؟ ويقولوا للناس انه محكمه الكاس رفضت لعدم الاختصاص. لا والله محكمه الكاس بريئه من كلامهم. عموما وصلت الامور. انا عرض علي، كلمني الامير فيصل بن تركي شخصيا وقال لي يا ابو سعيد انا شيك جايب 10 مليون ريال، هم طلبوا 10 مليون وقال لي انا ادفعها. انا جاي كان يوم الخميس السبت عندي اجيب عمره. كلمت سلطان البلوي قال لي لا انا ب 15 مليون. يا ابن الحلال كلمت الامير عبد. صار في شخصيه اعتباريه من مكه اتوسط القالب و 18 عشان اوريك ايش العناد. حمدان البلوي قال له 900 مليون. سعيد ما حنتنازل عنه خلاص، يعني وصلها للاخر. انا ما ارضى اشوف ابني بمستوى مستقبله بيضيع وسط ناس ما همها مستقبل ولدي، ما همها مصلحتهم، همها العناد والمكابره وعلى غلط. في وكيله سهر الطيب جزاه الله خير رتب له اموره وطلع انه كوكيل له شرعا، يعني رتب له الامور ده وصار وجت العروض هي من برا من الناس عرضها عليه. اختار عرض حق الفريق البرتغالي الحاجي هذا وراح في امان الله. البرقان الان بيحاول انه يفصل زي ما الخياط يفصل الثوب، بيمرر الماده انه اللاعب السعودي المحترف برا يرجع يغيب يرجع عشان يجبر سعيد على انه يرجع لنادي الاتحاد. ليش هذا الظلم؟ ليش هذا الظلم؟ الناس ما هي خلاص، يعني ما هي مغفله، ترى واضح كل شيء ومعروف الامور يعني ما تتقصد واحد كذا بالعنيه، معروف العمليه. شوف الان ايش بيصير، شوف الشارع الرياضي، شوف وش في تويتر
لكن اقول حسبي الله ونعم الوكيل. اتمنى ان صراحه الفكره عندك يا استاذ توفيق، اعرفك من البرامج الرياضيه انسان عاقل ومتزن وارائك سديده. اتمنى ان تكون الصوره وضحت لك للجميع. الف شكر يا ابو سعيد، واشكرك على كلامك الطيب هذا. والكابتن سعيد المولد يعني من افضل اللاعبين عندنا في السعوديه، ولكن خلينا نتناقش معك يعني، واشكرك على توضيح انه نادي الاتحاد لم يدفع ريال واحد والاشياء هذه، ولكن خلينا انا اتناقش معك يعني بعيدا عن عاطفه الاب الى ابنه، بعيدا يعني نتكلم كمراقبين رياضيين. حينما اللاعب انت قلت انه اخطا انه وقع لنادي الاتحاد، اذا هناك خطا ارتكبه سعيد المولد، وهذا الكلام اللي انا تكلمت عليه. لو كل اللاعبين فعلوا ما فعله سعيد المولد مثلا، يجيك بكره لاحد لاعبين اي نادي اخر، يعني مثلا لاعب يقول لك انا والله موقع عقد مع هذا النادي ولا اريده، وساذهب الى محكمه الكاس وتنصفني اذا لم يكن عندنا احتراف حقيقي. الاحتراف الحقيقي هو انك انت اللاعب برغبتك اتيت لهذا النادي، يجب ان تكمل عقدك ما لم يرتكب النادي او احد الطرفين موجبات فسخ هذا العقد. إذا نادي الاتحاد مثلا اتفق مع اللاعب وقال له في الموعد الفلاني أنا أعطيك هذا المبلغ ولم يفي بهذا الوعد، فمن حق سعيد المولد، نحن نقف مع سعيد المولد لأخذ حقه. ولكن أنا لا أستطيع أني أقف مع أي لاعب محترف لديه عقد رسمي ساري المفعول بأنه يذهب إلى الكأس، ومن ثم أني أنا ألوم الأنظمة الداخلية والوم البرقان انه ما ارسل البطاقه من اول، والوم البرقان مش هذه القصه. انت شوف ابو نايف، يعني ذكرت معلومه غلط. ابو الكابتن سعيد المولد اتصل فيك تليفون، معلومتك الغلط اللي هو والله اللاعب خذ فلوس وراح، يعني كان نحاش وراح والسياره وراح. ابو سعيد المولد الان دخل معك على الهواء، اسمح لي، انت دققت على هالكلمه كانك حطيت عليها 1000 خط احمر من ساعه قدامنا كلنا. ابو اللاعب اتصل فينا الان على الهواء مباشره، يعطيك خبر يقول لك والله العظيم والله العظيم، يقول لك احنا كنا عند الاستاذ ابراهيم البلوي واتصل، دقيقه الله يسلمك، واتصل محمد